عسلامة مرحبا. دونك شنو هي صحة معلومة انه عقد البلايلي مع الترجي يوفى في جوان 2015 ومش في جوان 2014؟ والله المعلومة هذه جاية من العقد، ما هي جاية من مصدر آخر، لأنه اليوم الفرع كرة قدم حل لنا ملف يوسف البلايلي لاتخاذ تدابير تأديبية، لأنه تم اتفاق معاه باش يرجع اليوم للتمارين، ويتفقوا معاه على مسألة التعاقد المدة اللي تجي بعد العقد. لكن واحنا في اللجنة القانونية أول حاجة نشوفوها ساعة، لأن تشوفوا التدابير التأديبية مربوطة بعقد اللاعب وقتها يوفى. العقد نتاعو هو مبرم لمدة 3 سنوات، يوفى في 30 جوان 2015. لكن فيه بند العقد يقول اللي اذا كان اللاعب، خاطر وقتها قعدت مفاوضات ما بينه وما بين اداره الترجي، هو حب عامين واحنا حبينا 3، وفي الاخر لقينا فورمول قلنا اذا كان احد الطرفين يحب ينهي العقد في نهايه العام الثاني، معناها 30 جوان 2014، يلزموا يلاف لوبسيون هذه، معناها يلزموا يوجه للطرف الاخر رساله مضمونه الوصول مع الاعلام بالبلوغ قبل 31 ديسمبر 2013، يعلمها اللي هو باش ينهي العقد في 30 جوان 2014. اليوم كي جانا الملف اول حاجه ثبتنا ساعه مده العقد، لان كيما نعاود نقول لك التدابير التاديبيه مرتبطه بمده العقد. طلبنا اداره الترجي، قلنا لهم بعثش حاجه في ديسمبر ولا في نوفمبر، ولا بعثش حاجه في خصوص انهاء العقد. اداره الترجي علمونا قالوا لنا راهو ما جانا حتى شيء من عند يوسف البلايلي. دونك على ضوء العقد واستنادا على ما افادتنا به اداره الترجي من انه اللاعب ما بعث حتى شيء، ما بعثش رساله مضمونه الوصول مع الاعلام بالبلوغ لاداره الترجي يعلمها فيه اللي هو ينهي العقد في 30 جوان 2014، وقتها آليا العقد يولي يوفى 30 جوان 2015. به تفهمنا تو في معلومة انه العقد يوفى في 30 جوان 2015، معلومة اكيد مش تعجب يوسف بلايلي. نتصور انه ممكن تتطور الوضعية للصراع ولا اختلاف على المستوى الاداري. نحكي اذا كان وصلتوا للمرحلة هذه، الصراع ولا الاختلاف هذا وين يتفض؟ في تونس على مستوى الجامعة التونسية والفيفا؟ هو تعجبه ولا ما تعجبوش، هو امضى عليها ساعة. اي الاختلاف وين يتفض؟ في تونس ولا لا في الفيفا؟ لا العقد نتاع يوسف البلايلي فيه بند يسند اختصاص النظر اذا كان فما نزاع للفيفا. دونك اذا كان فما نزاع وما مرش عليش العقد واضح كما قلت لك، ما على حسب الوثائق اللي جاتنا من الاداره ما فما حتى شيء، ما فماش ما يفيد اللي هو بعث مرش في نزاع. لكن اذا كان فما نزاع باش يتم معناها فضه في الفيفا، هذا يتم الاتفاق في العقد. بلايلي اذا كان صحح عقد مبدئي مع جمعيه اجنبيه ولا مع جمعيه في تونس؟ تصورش خاطر فما قوانين واضحه، ملاعب يكون تحت معناها ملتزم بعقد ما ينجمش يمضي مع فريق اخر. وحتى لو كان ما امضاش داير، حتى التو مادام هو مازال عقده ساري المفعول، ما نجموش حتى الفرق الاخرى يتصلوا به مباشره. هذه معروفه، تتسمى تحريض على فسخ عقد، انسيتاسيون، وهذه فيها عقوبات كبيره من عند الفيفا. وداير منكم من هنا اقل من درجين 3 باش يخرج بلاغ في خاطر كثره الاشاعات وكثر الكلام. دونك باش يخرج بلاغ في الموقع الرسمي نتاع الترجي باش نصححوا فيه المعلومه هذه، وباش نعلموا الاطراف الناس الكل راهو اي اتصال باللاعب بخلاف اداره النادي يعتبر قانونا تحريض على فسخ عقد بصفة غير قانونية. وهنا قوانين الفيفا واضحة فيها عقوبات كبيرة للفريق وللاعب. رئيس اللجنة القانونية في الترجي الأستاذ رياض تويتي، شكرا لك.